السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. انا عارفة والله ان انا بتأخر عليكم في الفيديوهات، بس غصب عني بقى، سامحوني. ويلا بقى بينا نبتدي نعمل فطار كده حلو وسهل وسريع. مش سريع قوي يعني عشان احنا هنعمل محشي، بس ايه، لما بنرتب حاجتنا قبليها بيوم صدقوني الحاجة ما بتاخدش وقت خالص. تمام، انا متعودة اي حاجة خضار عايز يتنضف بنضفه قبلها بيوم. آه، محشي عايز يتحشى بحشيه قبليه بيوم، ما بيحصلوش اي حاجة على فكرة، ولا اي حاجة خالص. تمام. بصوا انا دلوقتي بحط ايه، معلقة سمنة كده في الحلة، وهحط كمان حبة زيت، وهفرم بصل، وهبتدي انزل ايه اول حاجه دي. أنا كده بعمل خلطه المحشي، في حاجات هجهزها من بالليل وحاجات هعملها تاني يوم. بتسهلي طبعا على نفسك، خصوصا في رمضان لو جهزتي حاجتك كده بالليل. يعني انا دلوقتي انا مسجل لكم الفيديو، برضو مجهزه حاجات هعملها بكره، ان انا هصحى بس احط الاكل على النار. يعني انا كل مره بعمل كده. آه، هنا بقى نزلت بالبصله، يا دوبك بس تصفر كده وتاخد لون، وهننزل على طول بالصلصه بتاعتنا بتاعت المحشي. قبل بقى السحور، طبعا احنا بنتسحر متأخر، قبل السحور كده على الساعة 12 قومي ابدأي جهزي في اكلك بتاع تاني يوم. تاني يوم هتصحي هتلاقي الاكل جاهز معاكي، مش هياخد منك اي وقت. بصوا انا عندي صلصة بقى جاهزة في الفريزر. آه كنت مطلعاها يعني. لا، انا اليوم ده ما طلعتش الصلصة. انا كنت ضربت طماطم في الكبة مطرح البصل، ضربت طماطم ما رضيتش اطلع صلصة. قلت انا كده كده كان عندي طماطم، وقلت كده كده الكبة مش نضيفة بالمرة اهو. معلش نسيت عشان الفيديو بقاله كذا يوم. بس فايه نزلت بقى بالطماطم كده زي ما انتم شايفين، وفي نفس الكبة بقى هشطفها وهضرب الخضرة فيها. يعني بصوا مفيش اسهل من كده. الاول ضربت البصل، وبعد كده ضربنا الطماطم، وبعديها على طول الخضرة. الخضرة في الكبة بتكون حلوة جدا، بتطحنها يعني كأنك هتقطعها بالسكينة بس رفيع قوي. فبجد جربوا حوار الخضرة في الكبة دي، هتعجبكم جدا جدا. يبقى احنا كده عملنا ايه، حطينا البصل، وبعديها بقى هنحط الصلصة، وبعديها الخضرة. خلطة المحشي بقى انتي بتحبيها عادي. هحط بقى ملح، واحط فلفل اسمر، وانا حطيت حبة كمون على البصل على فكرة وهي بتتحمر، بتدي ريحة حلوة قوي. وكمان هنحط معلقة توم نية مع هريسة شطة كده حمرة، بتكون ريحة الخلطة وطعمها بتكون فظيعة. بصوا ده فلفل الاسمر لسه في العلبة بتاعته، ما كنتش فضيته يعني في علبة البهارات، فحطيت كده على طول منه. والله عايزه اقول لكم لحد الان نسيت افضيها في علبة البهارات، ولحد الان بحط كده من العلبة ذات نفسها. وهنحط بقى حبة شطة، ما بحطش غير فلفل اسمر وشطة وكمون وفلفل اسمر فقط لا غير، وكزبرة طبعا عشان المحشي بيحب الكزبرة. تمام، لكن ما بحطش بقى بهارات محشي والسبع بهارات والحاجات دي، لا. انا بحب البهارات بتاعتنا العادية دي اللي ما تغيرش طعم الاكل. ومكعب ماجي كده بقى هنحطه، وطبعا معلقة صلصة. المهم الصلصة اللي في البرطمان عشان بتدي لون وقوام حلو للصلصة بتاعت المحشي. يعني صلصة المحشي جربي كده، حطي معلقة صلصة من اللي في البرطمان، بتديها لون وقوام كمان. ده توم كنت برضو مخزناه. انا قاعدة بسجل لكم لسه الفجر مأذن والنهار كمان طلع. ودي بقى سمبوسة برضو. بصوا كنت مجهزاها كده وحشيها من اول رمضان، على اساس بقى ايه ان انا تبقى عندي في الفريزر، يعني وقت ما عاوز اعملها. برضو قلت اعملها كده جنب المحشي. وبصوا دي الصلصة كنت بفتحها بقى واحط ايه، حطيت منها معلقة، واجي الخضرة ضربتها بقى في الكبة، وهحطها وهحط الرز، وهقعد بقى ايه نحشي المحشي مع بعض.
مش مع بعض بقى، انا هسيبكم اروح احشيه بقى ايه قدام التلفزيون كده. آه كنت حاسه ان الخضره كتير عشان كنت جايبه ب10 جنيه خضره، فكنت حاساها كتير، ما كنتش هحطها كلها. وبعد كده قلت ايه، والله اللي حطها بقى وخلاص. بس غمقت لي على فكره الخلطه ما كانتش باينه اللي هي حمرا قوي، مع ان انا مكتره الصلصه، بس الخضره عشان كانت كتير غمقت الخلطه، فاهمين قصدي؟ بس كان طعمه سواء ورق العنب او الكرنب كان طعمه خطير يعني. الكرنب عجب جوزي جدا وولادي، قال ان انا ما باكلش كرنب، ما بحبهوش يعني، بس ورق العنب كان تحفة، انا باكل ورق العنب، فكان حلو قوي. انا هنا بقى بقول لكم انا هروح بقى اغسل الرز واحط واروح احشي وارجع لكم بقى تاني يوم. هتشوفوني دلوقتي، غمضوا عينيكم، اديني جيت اهو على طول. بصوا بقى المحشي طالع من التلاجة، مش عارفة الكاميرا مفتحة لي كده، بس والله كان لونه غير كده خالص، هتشوفوا في اخر الفيديو. ودي شوربة كانت في الفريزر لسه مطلعاها، بصوا بقى حطها على النار كده ايه، آه تسخن يعني. تمام. اللي فيها ده تلج يعني لسه بيسيح. وده بانيه كنت متبلاه بقى ازاي، ده بانيه حشوي كنت متبلاه بحبة لبن، ومن بالليل تمام، بس ما جبتهاش معاكم لبن وفلفل اسمر وكاري وتوم بودره وبصل بودره ودبس رمان وصويا صوص، تمام، وليمون، تمام، وحبه زيت وكاري وكركم بقى وفلفل اسمر، البهارات اللي بتحبوها. هقول لكم تاني عشان ما تلخبطوش، السوائل: لبن، زيت، ليمون، دبس رمان، صويا صوص، تمام، دي كده ايه السوائل، وحبه خل. البهارات: كاري وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر وملح، بس كده. تمام. وحطيتهم في التلاجة كده مع بعض من بالليل، وهحطه شويته في الاير فراير ساعتها. هبقى اعمل لكم ان شاء الله ريفيو عنها، انا عارفه ان انا ما عملتلكوش ريفيو عنها في القناه دي، انا عاملاها على القناه تحت التانية، بس هبقى اعمل لكم ريفيو عنها. وهنا بقى بله برضو البلح، تمام. وهنعمل عصير مع بعض، وهنقلي برضو السمبوسه عملتها برضو في الاير فراير كانت حلوه جدا. ان شاء الله هبقى اعمل لكم كده ريفيو عنها واقول لكم الحاجات اللي كانت حلوه فيها بجد يعني، عجبتني. انا كنت مفكره ان هي ملهاش لازمه، بس الصراحه لما جبتها ما ندمتش ان انا جبتها. بس كده وكده خلاص، كنت خلصت بقى الاكل، شويت البانيه اهو زي ما انتم شايفين، وعملت شوربه لسان عصفور، وعملت السمبوسه، شايفين منظر السمبوسه؟ برضو عاملاها في الاير فراير، بجد كانت خفيفه جدا. بس كده، ما تنسوش بقى تحطوا اللايك، واقول لكم مع السلامه.